حجز كميات ضخمة من المخدرات وإيقاف 11 مروجا بينهم أجانب في هذه الولايات. في إطار جهود مكافحة تهريب وترويج المخدرات، نفذت الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات للحرس الوطني ببن عروس عمليات أمنية نوعية منذ بداية رمضان 2025 شملت تونس الكبرى، المنستير، سوسة والقصرين. نتائج العمليات: إيقاف 11 مشتبها بهم بينهم 3 أجانب، حجز 3.6 كيلوغرامات من الكوكايين و9.7 كيلوغرامات من القنب الهندي، مصادرة 4 سيارات مستخدمة في تهريب المخدرات. أبرز العمليات: ضبط مشتبه به دولي بحوزته 2.6 كيلوغرام كوكايين في العوينة، توقيف مروج مخدرات في حي ابن خلدون بحوزته 4 صفائح قنب هندي ومبالغ مالية، ضبط كيلوغرام كوكايين وإيقاف أجنبيين في المنستير، توقيف مشتبه به في سوسة على صلة بالشبكة مع مصادرة أمواله وسيارته، ضبط 93 صفيحة قنب هندي 8.3 كيلوغرام، وإيقاف مشتبه به أثناء محاولة نقلها في القصرين. إيقاف 5 أشخاص في ماطر وسجنان بتهمة ترويج الأقراص المخدرة، مع ضبط كميات من المخدرات وأموال. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع النيابة العمومية في تونس، المنستير وبنزرت،